احيانا بنلاقي نفسنا ان احنا في ساقية كل يوم، هو نفس اليوم، بل نفس الحاجة اللي انت بتعملها. عشان كده يعني لما تلاقي حياتك خلاص انت جبت اخرك، مش عايز تغير، عايز تروح مكان جديد، شوف المكان اللي انت بتحبه روحه، شوف المكان اللي انت بتلاقي الناس بتحبك من قلبها روحه. انت مثلا بتحب تروح تقعد مع اهلك، بتروح مثلا تسافر، تروح الساحل، تروح اي مكان، هتلاقي حياتك بتبتدي تتغير. بترجع لنفس احيانا الروتين الممل، لكن بتبقى طلعت نفسك، غيرت مودك. فليه احنا ما نعملش كده؟ عشان كده انصحكم ان انتم ما تمشوش على الروتين ده اللي هو مثلا حاجات معينة، لكن كل يوم في حاجات جديدة، كل يوم في اكتف جديدة. عشان كده ما تمشوش على الروتين. لو لقيتوا نفسكم جبتوا اخركم، لا، غيروا حياتكم كلها. اكسروا اي حاجه انتوا بتعملوها في يوم. صحيت النهارده حاسه اني زهقت من كل حاجه، من الروتين ومن الايام اللي كل يوم بتتكرر شبه بعضها، فقررت اخد نفسي واسافر من غير تفكير، من غير اي خطه في دماغي. ركبت القطر وقررت اروح المكان اللي انا بحبه. المهم ان انا امشي واروح مكان جديد، اغير الطاقه او اغير الجو اللي انا فيه. وانا ماشيه وببص من الشباك حسيت اني ماشيه بعيد، برمي كل مشاكلي ورا ظهري وبتفرج وسرحانه في المناظر اللي بشوفها، بتحكيلي ان الدنيا لسه فيها حاجات حلوه مستنياني. مفيش اجمل من انك تدي لنفسك فرصه تبدا من جديد، حتى لو البدايه كانت رحله بسيطه. قررت اروح ازور المسجد اللي فعلا بيجذب الالاف من الزوار من انحاء مصر والعالم الاسلامي، وهو مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي. ده موجود في مدينه دسوق بمحافظه كفر الشيخ. وقعدت اشوف جمال المسجد والتفاصيل، وبجد انصح اي حد يروح يزوره.